المهاجر الجديد اسمع الكلام ده وركز فيه، من واحد بقاله في امريكا 16 سنه شغال صنايعي، يعني بتعامل مع كل الصنايعيه من كل الولايات. لو انت جاي امريكا معكش شهاده، او جاي امريكا مش في نيتك ان انت تكمل المعادله بتاعتك وتشتغل بشهادتك، او جاي امريكا معكش صنعه، او جاي امريكا معكش فلوس تفتح بيزنس، يبقى تبعد عن الولايات دي، اوعى تروحها في بداياتك. هتتعب جدا جدا، سواء كاليفورنيا، نيويورك، نيو جيرسي، فلوريدا، تكساس، الولايات دي مش هتوقفك على رجلك خالص في بداياتك، هتتعب فيهم جدا 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 جدا. فبلاش الولايات دي، بلاش الولايات السياحيه في بداياتك. لو انت معكش فلوس ولو انت معكش صنعه بلاش تروحهم خالص. اسمع مني الكلام ده وهقول لك بعد كده احسن ولايات ايه. سلام عليكم.